الخوت اليوم غتشوفوا معنا احلى مكان في العالم. انا متاكد المكان اللي غتشوفوا معنا اليوم غادي يصدمكم ديال بصح. علاش؟ حيت صدمني انا، والحاجه اللي كتصدم الاسطوري حتى نتوما غادي تصدمكم، وانا متاكد منها مليون في المية. متابعينا الكرام، واحد الجماليه، واحد الروعه، وواحد الدلال، وواحد الفسيفساء في هذا المكان. اقسم بالله الا الدماغ ديالكم غادي يوقف. ولكن غادي نوريكم واحد الشانتي. شوفوا معنا هذا الشانتي هذا. شوف الطبيعه متابعينا الكرام، هذه كتسمى احضان الطبيعه. هذا هو احضان الطبيعه الخوت. الناس اللي بغات تمتع، اللي بغات تخرج الطاقه السلبيه، الناس اللي كاعيه، اللي مريضه، اللي مأزمه، اللي فيها الفقر، تجي لهنا راه غداوى ان شاء الله تعالى. هذا المكان راه كيداوي كلشي. انت ولا انت يعني مريض، فيك الفقر ما عندكش، عيان، فيك الاكتئاب، مزلوط، ايتها حاجه فيك، اجي بحالك لهنا. الا جيتي بحالك لهنايا الاسطوري تيقول لك كون على يقين ان الامور ديالك غادي تقاد ان شاء الله تعالى. كما كتشوفوا متابعينا الكرام، حنا دابا في الواد. هذا الواد تبارك الله، شوفوا لي الجماليه ديال الواد. بطبيعه الحال غادي نوريكم الواد، وغادي نوريكم شي حاجه اللي هي احسن من الواد. اشنا هي؟ وهما الشلالات. غادي نمشيو حتى الشلالات متابعينا الكرام. هادشي اللي كتشوفوا راه كيف والو، باقي غتشوفوا معنا حتى الشلالات ان شاء الله تعالى. شوفوا تبارك الله الواد كيفاش داير. وراه كاينين الكلاسي هنا موجودين، الكلاسي متابعينا الكرام. هنا راه الكلاسي موجود. اللي بغى يجي شي واحد مثلا العائله، ولادو، صحابو، صاحبتو، كذا الشغل ديالو هذاك، يتمتع باللحظه ويعيش اللحظه ديالو. المكان هنايا 30 درهم بلاصه ما عجبتك. وكاينين شي بلايص راهم مفرشين، دابا نوريهم لكم شي بلايص مفرشين ومأنتكين فيهم منظر واعر وكذا. جينا عند سيدي وعيش ليا اللحظه ديالك غتولى غير تمتع في الحياه متابعينا الكرام. المهم خليكم معنا على القصره، باقي غنوريكم البلايص واعرين، وباقي غنوريكم حتى الشلال ان شاء الله تعالى، والطريق ديال الشلال وشحال غنديروا للشلال، باش اي واحد فيكم بغى يجي ويطلع الشلال غادي يكون عنده تفاصيل قبل ان شاء الله تعالى، وغادي يعرف انه يطلع الشلال ويعرف الوقت اللي غادي يدير ليه ان شاء الله تعالى. كيف ما كتشوفوا الخوت، مكان بانورامي، واحد الجماليه خلابه جدا. احضان الطبيعه متابعينا الكرام. الناس اللي باغيه تعرف المعنى الحقيقي ديال احضان الطبيعه اجيو معايا. شوف هاد القنت هذا متابعين تبارك الله. هادوك هاد المكان فيه واحد الديكور، فيه واحد المنظر بانورامي. كتشوف فيه كتحس بالطاقه الايجابيه، كتحس بالحماس، النشاط، باغي تضحك، باغي دير شي حاجه، باغي تزبلها، باغي تكحلها، المهم باغي ترونها. علاش؟ الطاقه الطبيعه كتعطي واحد الطاقه ايجابيه. سبحان الله العظيم. الطبيعه هذه، لان الانسان طبيعي، ملي كيجي الطبيعه كيزيد يتطبع مع الطبيعه، وكيزيد يخلق الطبيعه ديالو، وكيولي واعر. وباقيين غادي نوريكم شي حاجه واعره، باقيين غادي نديوكم حتى للشلالات، وغادي يعجبكم الحال بزاف متابعينا الكرام. غير خليكم معنا على القصر وحنا غاديين، وحنا كنمتعوكم بالاماكن والمناظر البانوراميه واحضان الطبيعه. عزيزي المشاهد، شوفوا الاخوان الجماليه ديال المكان، وكذلك التناسق ديال الالوان. ما شاء الله على هاد الناس وعلى هذا الديزاين اللي حطوا هنايا. يعني داكشي معتبر، يعني عاطي واحد السلاسه وعاطي واحد الفسيفساء. داكشي غريب وعجيب. غير اللي ما بغاش يتمتع باللحظه ديالو. قال لك العمر غير لحظه وحده، الانسان يحاول يتمتعوا يعني بقدر ممكن، لانك انت عايش اليوم، واش غتعيش غدا الله اعلم. المهم هذه اللحظه هذه حاول انك تمتع فيها وتعيش فيها. المكان الاخوان، الناس اللي كتسول على المكان، راه هذا سيتي فاطمه، معروفه، راه معروفه. وريكا بعيد على وريكا شي 48 كيلومتر. مراكش وريكا سيتي فاطمه. متابعينا الكرام، حنا وصلنا دابا البدايه ديال اننا غادي نطلعوا للشلال. البدايه ديالو من هذه القنطره هذه متابعينا الكرام. اجوا معنا غتشوفوا معنا اجمل واحسن مكان ممكن تشوفوه في حياتكم. انا متاكد المكان اللي غتشوفوا معنا غيصدمكم. علاش؟ الاسطوري تيقول لكم واحد الهضره كتصدق، حيت الاسطوري اسطوري. اجوا معنا. دابا كما قلت لكم شادين الطريق للشلال، وهذه البدايه ديال الشلال. هي الطليعه ديال الدروج مع ديك الطليعه ديال الواد اللي شفتوا معنا. يعني اي واحد غادي يجي يقلب على هاد الدروج وغيطلع معاهم حتى للشلال، غادي تصدم الروعه ديال المكان. انت ولا انت جالس قنطان ضربك الدنيا، فيك الازمه، الفقر، الشجاعه، جي بحالك تسارى صاحبي، جي تسارى صاحبي. اجي متابعينا الكرام، كما كتشوفوا الخوت نتوما طالعين وانتوما كتمنظروا في الاماكن والمناظر الطبيعيه. يعني الطريق كامله جماليه، ما غتملوش منها وما غاديش تعياو. ما غتقولوش حقا غادي تضربوا في الجبل في الخاوي، لا،
غادي تضربوا الجبل وفي نفس الوقت كتمتعوا. وريهم اخي محمد المناظر الطبيعيه كيفاش دايره هنايا. كما كتشوفوا متابعينا الكرام، يعني نتوما طالعين وانتم كتمنظروا في المناظر الطبيعيه. وهاد القنطره عاوتاني كذلك، شوف الجماليه ديال هاد القنطره اللي كتقطع على الواد. شوف يعني ما غاديش تبان المنطق. الطريق سبحان الله العظيم ما كيتملش منها. الطريق ما كيت يعني كتطلعوا نتوما كتمتعوا بالمناظر. مناظر كاين ما يتشاف الخوت، خاص بنادم يزعمو. فهمتيني؟ اللي بغى يحيد شي واحد الميزيريه، بغى يحيد الفقر، يجي يقضي الغرض. شوف ما شاء الله. شحال هاد الليشة؟ شحال هاد الليشة؟ 40 درهم. الليشة للخوت 40 درهم هادو. واللي بغى يجي يتصور بالزاي ديال سميتو امازيغي 10 دراهم الخوت. دايرين 10 دراهم الرحى. ها الرحى ديال الزراعه هذيك، ياك ريحه الزراعه محمد هذيك. هذيك ريحه الزراعه بالرد ديالها حتى جلسه طبيعيه. مراز. يعني قلت لكم الخوت غتطلعوا وانتم كتمنظروا في المناظر الطبيعيه، ما غاديش تملوا منها ولا تقولوا راه ودي حقا غادي نطلعوا غير في الحجر باش نشوفوا الماء. لا، تا طالع وفي نفس الوقت كتمتع بالمناظر. شوف هذه كلها مناظر. هذا الشجر ديال هذا القرقع عمي، ياك هذا القرقع كما كتشاهدوا معنا الخوت. هذا القرقع يعني طالع وكتخضر. داكشي ديال البلاد هنا، ياك هذيك الريحه هذيك اش كطحن هذيك راه؟ ها الزرع وصافي. هكاك اخوان، شي واحد بغى يدير اللبن ولا شي، هذيك ديال اللبن، الشكوى ديال اللبن. قلت لكم متابعينا الكرام، نتوما طالعين وانتم كتمتعوا بالمناظر الخلابه. انا شخصيا مريض مدقدق مكتئب، فيا الحراره فيا الشقيقه، ومع ذلك هادشي هذا كامل يعني كيمشي في حاله، وكتبقى اللحظه ديال هاد المناظر الخلابه والاستمتاع بها اللي هو ضروري. يعني خاصك تنسى المشاكل والهم وكذا وانك مريض وتتمتع باللحظه. ثم طالعين الخوت وانتم كتمتعوا في المناظر، وكذلك الديكورات اللي حاطينهم الناس هنايا. اللي بغى يتصور بالحوايج ديال البلاد، كاين هاد الشكوى هادي ديال اللبن، هادي كانوا كيمخضوا بها اللبن الخوت. شحال هادي راه مصوبه من المعزي، وراه باقا بالجلده ديالها بالزغب ديال المعزي ومريقله متكسفين عليها. ها انتم خوتي اللي بغى شي واحد يتعلم النيش ولا بغى يتعلم شي حاجه ولا ها انت دابا لا طيحنا شنو غنربحوا حنايا؟ الربح ما كاينش، طيح ودور 100. شو الخوت انا راه خطير في النيش، اخطر انسان في النيش، صياد واعر، راه حتى شي واحد ما يقد عليا على الصياده، ياك ما يقدوش عليا. البيضاء الحمراء الله الا زقلتها بالله. انت ناضي. زقل شي وحده اخرى. لا الصراحه انت ناضي. هاك علمني يا صاحبي باش ما يجيش الدم. بعيد ياك. شد الشجاعه كاينه، الثقه كاينه، ولكن لا والو اخي. شي اللي زقلتي فين هي بعدا؟ اش من النفاخه فوقانيه؟ لا والو ما غضربش. عزل زعما الكبيره وما ضربهاش. اخر محاوله، في حاله ما صدقاش راه غادي نعتزل الصيد، ما نبقاش نصيد صافي. غتصيد على الوحش. راه مولف نصيد انا. كتصيد دبان. لا والو اخي. طبعا شير الرئيس. متابعينا الكرام، دابا حنا انتهينا من احضان الطبيعه وبدانا في التضاريس الوعره. هاد البلايص دابا من هنا كيبداو التضاريس الوعره. عندك واحد القسماين حتى 4 ساعات غادي تكون في الشلال ان شاء الله تعالى. هي ماشي واعره ولكن بمفهوم ديال انك يعني زعما ساليتي من انك تطلع يعني ما بين الخضره وكذا، تطلع غير في الحجر. دابا الممرات ديال الحجر. سلام يا سلام يا سلام، اسطوري. شوف فين قال، شوف
اكبر صخره. اكبر صخره في العالم. نحن في احضان الطبيعه. شوف الاخوان معنا احضان الطبيعه. وريهم هذا الجبل. او لا لا لا. هذا الجبل. وريهم هذا الجبل هذايا. وريهم هذا الجبل. الجبل امامكم والاسطول وراءكم. كما كتشاهدوا متابعينا الكرام، نحن في احضان الطبيعه بمعنى الكلمه. يعني كما تنقول لكم دائما يا اساطير، حاولوا انكم تستمتعوا باللحظه ديالكم. اللحظه غير مره في العمر، يعني انت عايش غير اليوم. دابا حنا دابا انا عايش غير هذه اللحظه هذه، غير هذه اللحظه بوحدها اللي عايش. واش غنعيش هذا الله اعلم. وغا معروض. ما نعرف وغا معروض. والله العظيم عارضين عليا غير الخوت، شافوا فيا الاكتئاب، شافوني مريض حزين، قالوا لي ودي انت غادي تموت بداك الاكتئاب، اجي في حالتك. ها هو السيد يقول لك اخي محمد. ها كنا مكتئبين، جينا نبدلوا الجو تماما. سالينا، جينا تبارك الله، بدلنا الجو، بدلنا الطبيعه، بدلنا المنظر، وغنكملوا الطريق ديالنا. سير على. يلا. واخيرا السي الاسطوري راك وصلتي على سلامتك. الحقيقه المره متابعينا الكرام، وصلنا للحظه الحاسمه، اللحظه من بعد معاناه، اللحظه الحاسمه واللحظه التي عانينا من اجلها، والتي شاب راس الراس من اجلها بعد معاناه طويله. كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، طريق طويل، واخيرا قدرنا نوصلوا الحقيقه ديال الشلال. وهذا اول شيء. متابعينا الكرام، حنا وصلنا للشلال دابا كما كتشاهدوا معنا، ولكن غنقوموا بواحد المغامره اللي هي خطيره، وهي اننا غادي نطلعوا في هذا المنحدر الخطير جدا للقمه ديال الشلال. غنقوموا بهذه المخاطره باش نصوروا لكم يعني بالوضوح شنو واقع فوق الشلال. متابعينا الكرام اجيو معنا. هاد الطريق كتطلع الخاوه قاصحه كما كتشوفوا متابعينا الكرام. شوفوا على منحدر غادي نطلعوا فيه شاش صعيب، وصعيب بزاف ماشي غير شويه. مال الخوت الاسطوري فين طالع؟ الاسطوري المشاغب، الاسطوري المشاغب باغي يتحدانا حنا كاملين، باغي اسطوري نزل بحال نزل 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 نزل. اسطوري. ها هو الاسطوري نازل، ها هو غيزلق، ها هو غيزلق. هبط من هنا كاع احسن لك، هبط زالق. لا لا رجع من بلاصتك. اسطوري نزل. كي جاتك المغامره مع هاد الاخوان؟ والله تجربه ديال الموت، حسيت بالموت. علاش؟ هنا كيبان لك ساهله. شوف الفوق كتطلع كيبان لك كامله كتزلق. يا اخوان ما كنصحكمش انكم تجربوا هاد التجربه هذه نهائيا.